هات هنا، هاتوا هنا. بس النهارده يوم من ايام مصر، يوم حصاد قمح، يوم ما اتعملت شونه بقالها 20 سنه. الحكم السابق كان مخليها مطار وبقاله 20 سنه ما استعملهاش ورافض انها تستخدم لخير البلد. الشونه بعد الثوره اتحولت من مطار مهجور الى مكان يستقبل قمح مصر. البلد اللي تمتلك غذائها ودواها وسلاحها هي البلد الحر. هو ده حق الشهداء، وهي دي دماء الشهداء اللي احنا لازم نحققها. كرامة مصر، قلنا عيش قدامنا على التريلات، حرية كل الشعب عايش في حرية، كرامة إنسانية مش هتيجي غير بإنتاجنا وإن سيادة مصر من اكتفائها بقمحها. كل اتنين يشيل واحد عني ليه ما تشيل قصادي؟ كل اتنين يشيلوا عرق، شيل واحد، كل اتنين يشيلوا عرق. يلا احنا النهارده بنعمل زياره ميدانيه ثانيه في الشونه الجديده بقريه 15 بنجر السكر. احنا عندنا بفضل الله هنا هوت الغله الموجوده والقمح موجود من اجود الانواع الموجوده في مصر، ومصر تعتبر من اجود الانواع الموجوده في العالم كله. فاحنا جايين النهارده، دي كانت حلم لبعض الفلاحين اللي هم كانوا بيعانوا ان الغله بتاعتهم بيودوها اماكن بعيده، بيبقوا عرضه للمساومه من التجار، وعرضه للمشاكل الامنيه في الطريق، وعرضه للاستغلال والنولون الغالي. لكن النهارده الحلم اللي كان بيحلم بيه بعض الناس اصبح حقيقه. دي كانت عباره عن مهبط طيران توقف من سنه 87. النهارده بنتكلم في شونه اجراءاتها كلها انتهت في حوالي 10 12 يوم، ودينا النهارده قدام الحلم اللي اصبح حقيقه. الشونه بتشون فيها، وان شاء الله قريبا باذن الله هيكون في صومعه قريبه من هذا المكان عشان خاطر نستثمر امكانياتنا ومواردنا اللي طول عمر ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بيها، بس احنا كنا بنسيء اليها. انا اعتقد السنه دي بفضل الله هنحقق نجاح كبير في موضوع موسم الغله والقمح، وان شاء الله بينتظرنا باذن الله موسم قادم ان شاء الله يكون افضل واروع، وخير ربنا كتير على مصر وعلى كل المصريين ان شاء الله. حدث يستحق ان احنا نحمد ربنا ونحيي اهل البنجر ونحيي كل من ساعدنا عشان نوصل للحظه دي ونقف النهارده، وهو حدث يستحق السجود لله. نقف النهارده ونشوف حوالي 50,000 طن بيجوا في هذا المكان اللي كان شبه مهجور، والنهارده بيبقى من اهم اماكن القمح في مصر بل في العالم كله.